قطايف. عملت معاكم عجينه القطايف، هسيبها لكم في اول كومنت مثبت، بس هنعملها بطريقه حلوه قوي، طلع ترند اليومين دول، كانت مشهوره قوي الفتره اللي فاتت. معايا ده بلح تمر اللي هو الطري زي ما انتم شايفين، طلعت منه النوايا بتاعته، ومعايا كريم شانتيه اختياري ممكن تستغنوا عنها. ده بقى ديت زي صوص كده او مهلبيه يعني، بس هي مش مهلبيه، من غير يعني حاجه على البارد كده. ومعايا زي ما انتم شفتوا جبنه مثلثات او جبنه كريمي، وده لبن، بس اللبن دافي عشان انا عايزه اما اضرب البلح يدوب معايا او يدبل معايا، فاهميني؟ انتوا اكيد فاهميني. بس ضربته، هو هيبقى تقيل شويه، انتوا ممكن تسيبوه كده، بس انا هصفيه عشان انا مش عايزه القشر. انتوا ممكن تسيبوه بالقشر عادي هيتاكل، بس انا مش عايزاه بالقشر بتاعه. زي ما انتوا شايفين القطايف عملتها معاكم جميله قوي، عملتها معاكم بحشوتين. هسيب لكم اللينك بتاعت عجينه القطايف، ارجعوا شوفوها. هنا جايبه بقى القطايف وقسمتها 2، انا دي كنت هعملها محشيه فسبتها في التلاجة نشفت معايا، فانا قلت هعملها الوصفة دي. زي ما انتوا شفتوا قسمتها 2 وحمرتها بقى في الزيت في قلاية هوائية، عملتها برضو معاكم في القلاية الهوائية، ارجعوا شوفوا كل تجارب القلاية. زي ما انتوا شايفين طلعتها وحطيتها في الشربات بتاعها، الشربات بتاعها بيبقى خفيف شوية. تمام كده حبايبي، وهصفيها بقى من الشربات. ممكن تحشوها عادي براحتكم، بس انا زي ما قلت لكم هي نشفت معايا في التلاجة، فحسيت ان هي مش هتبقى حلوه، فقلت ايه هعمل بقى معاكم الوصفه دي واجربها معاكم، بس هي طلعت حلوه الحمد لله. زي ما انتم شايفين بقى بعد ما حمرتها وصفيتها من الشربات، حطيتها بقى في الصوص اللي احنا عملناه. ومعايا ده فستق كداب، كنت عملته معاكم في حلويات اللي عملناها قبل رمضان، كانت تشكيله جلاش كنت عاملاها معاكم برده، كانت حلوه قوي. ارجعوا شوفوها لو انتم عايزين تعملوا حلويات بالجلاش، ارجعوا شوفوها. بصوا الجمال ما شاء الله، كانت حلوه قوي، وبألف هنا على كل اللي اكل منها. جربوها تعجبكم. انتوا بقى لو عندكم قطايف مثلا مش حابين ان انتوا تحشوها او باتت معاكم، اعملوها كده هتعجبكم ان شاء الله. هنعمل بقى دلوقتي حاجه كده، بصوا مغذيه جدا جدا، بلح باللبن، بس خطير يا جماعه. ده بلح مش اللي هو التمر اللي احنا بناكله، لا البلح الرطب او البلح الاسود اللي هو بيبقى موجود في الشتاء. انا كنت جايبه ومخزناه تمام كده، حطيت عليه بقى مكسرات ولبن، خطير يا جماعه. جربوه، ولا عسل بقى ولا سكر ولا طبعا عايزين تزودوا، بس هو اصلا حلو يعني، هو ولا محتاج عسل ولا سكر ولا اي حاجه. ضربته كده زي ما انتم شايفين، تضربوه في الخلاط في هاند بلندر، بس مغذي يعني. انتوا يا ريت تاكلوه لاولادكم، حاجه كده مغذيه وطعم كمان المكسرات فيه مديله طعم خرافه تحفه قوي. انا عايزاكم تجربوه، هيعجبكم قوي ان شاء الله. ورب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.